كوكو لي في جيسبر تكونوا صافا. انا راني صافا لاباس الحمد لله. نتمنى تكونوا كامل بخير ونتمنى تكونوا توحشتوني كيما انا ثاني توحشتكم. وكي العاده حبوباتي نقول لكم اذا راكم تشوفوا في لا فيديو تاعي بعد الفطور نقول لكم صحه فطوركم، واذا راكم تشوفوا فيها بعد السحور نقول لكم صحه سحوركم. وما تنساوش حبوباتي تصليوا وتسلموا على سيدنا عليه افضل الصلاه والسلام. واليوم طليت عليكم بهذا لا فيديو اللي هي عباره على طريقه تحضير لي سوفلي بطريقه ناجحه 100%. جربوهم وراح ينجحوا لكم من اول تجربه بواحد الحشو بنين بزاف. تنجموا تقولوا عليه اقتصادي، يعني ماهوش هذاك اللي مكلف بزاف ويجيكم بنين لدرجه ما تصوروهاش. وما تنسونيش حبوباتي بلي لايك تاعكم بلي كومونتير تاعكم اللي ديما تحفزوني بيهم، واللي مش مشتركه تدخل تشترك. هنا نفوتوا للمقادير تاع الوصفه. عندي 2 كيسان حليب دافي، عندي بيضه كامله، عندي نص كاس زيت، عندي مغرفه ونص كبيره نتاع سكر، مغرفه ونص كبيره تاع خميره الخبز، عندي مغرف صغيره تاع ملح، وعندي مغرف صغيره نتاع خميره الحلوى. هنا نفوتو نشوفوا مع بعض طريقه التحضير. كما تشوفوا لهنا في ريسيبيون نفرغ الكاس الاول تاع الحليب، نزيد الكاس الثاني يكونوا دافيين بطبيعه الحال، ونزيد الكميه تاع الخميره والسكر، نخلطهم مليح بالشكل هذا حتى يمتزجوا كامل المكونات مع بعض. نزيد نلوح الكاس الاول تاع الفارينه والكاس الثاني، ونزيد نخلطهم مليح بنفس الطريقه، ونغطي عليها ونخليها تتفاعل لمده 10 دقائق. نجي راني نلقاها تفاعلت شويه ودرت النبابل هذوك. هنا تعرفوا باللي العجين تاعنا راهو تفاعل شويه والخميره هذيك راهي طلعت. لهنا نزيد نضيف عليهم نص كاس تاع الزيت، ونزيد نضيف عليهم بيضه تاعي كيما قلت لكم بيضه كامله كيما تشوفوا، ونخلطهم مليح. خلاص لازم حتى تدخل الزيت في الخليط هذاك مليح. نزيد نضيف كاس تاع الفارينه كيما تشوفوا، ونضيف مغرف صغيره تاع الملح، ونخلطهم مليح بالشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. لهنا التخلط هذا البنات راهو يخفف العجينه تاعنا بزاف. خلاص لهنا نزيد كاس تاع الفارينه، ونزيد مغرف صغيره تاع خميره الحلوى. وانا في المرحله هذه البنات ما نلوحش فيها خلاص يدي، نخلطها بالموس. الموس هذا راح يعوض لنا الخلاط الكهربائي. كما تشوفون نزيد في الفارينه ونخلط حتى نتحصلوا على القوام هذا اللي راكم تشوفوا فيه. عجينه تكون طريه وتتلاصق شويه. نعجنوها حوالي 2 دقائق حتى تتلم لنا العجينه تاعنا، ونديرها في ريسيبيون ونغطي عليها ونخليها تخمر. انا دات لي 20 دقيقه تما كانت الكوزينه سخونه في ساعه خمرت. المهم نخليها تخمر ونفوت نحضر الحشو تاعنا. لهنا في مقله درت شويه زيت، قصيت بصله تكون صغيره، جيت نذبلها لهنا على النار. نبقاو نحركوا فيها حتى تذبل البصله تاعنا. وكي تذبل البصله تاعنا لهنا نكون رحيت سكالوب تاعي من قبل. انا درت نصف صدر دجاج، عطالي كميه يعني لاباس بها، رحيته بيا خلاص. وجيت لهنا درته في المقله هذه مع البصل، ونزيد نخليه يتقلى مليح حتى يدخلوا الطياب. ولا هنا كي بدا يدخلوا الطياب ندير له لي زيبيس. درت له كزبر، درت له توابل الشاورما، درت له كمون خضر، درت له فلفل كحل، وحبه تاع ثوم، سنه تاع ثوم رابيتها، ودرت له ثاني الكركم كيما راكم تشوفوا. ونخلطهم مليح حتى يتبل لي كامل هذاك سكالوب تاعي، وتدخل له البنه تاع لي زيبيس. ولا هنا بعد ما طاب سكالوب تاعي كنت زدت عليه زيتون خضر مقصوص دي بتي مورسو كيما هكا، وشوي زيتون كحل ثاني، شوي دبشه ومعدنوس. نزيد نخلطهم مليح مع بعضاهم. وزدت غليت 2 بيضات كيما راكم تشوفوا، قصيتهم وغليت شوي روز، قيس نص كاس برك، ما درتش كونتيتي كبيره باش نزكيو بها الحشو. وقصيت شويه معدنوس كيما تشوفوا. وهذا الصفر تاع البيض نفتفتوه كيك برك ما بين يديا بالشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. ولهنا البنات الحشو يبقى اختياري، كل وحده تحشي بالشيء اللي عندها. تحبوا ديروا فيونداشي، تحبوا تحشيه بالطو، تحبوا تحشيوه بشكشوكه، ولا يعني كل واحد كيفاش يحب يديروا. ولهنا حبيت ندير له فرماج رابي، قلت رابيه ونديروا في الحشو بعد باش كي نحشي به لي سوفلي تاعي كي طيب السوفلي يذوب فيه الفرماج هذا كامل، والحبه كامل تسمى يكون دخلها الفرماج كيما تشوفوا لهنا. ونزيد نخلطها مليح. خلاص هنا بعد ما وجد الحشو تاعي نفوتوا العجينه تاعي نشوفوها اذا خمرت ولا لا. كيما تشوفوا لهنا راه ضعف حجمها وراي خمرت. لهنا خليتها مده 20 دقيقه، رجعت لقيتها طلعت بالشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. نهبط لها الخمور تاعها، نعاود نلمها.
فوق لو بلان دو طرافاي تاعي نقسمها نشكلها تما كرات صغار. لهنا الحجم ولا القيس تاعهم نتوما اللي تتحكموا فيه، تحبوا ديروا الحبه تاع السوفلي تاعكم كبيره ولا ديروها صغيره. لهنا نرش سطح العمل تاعي بشوي فارينه ونجيب الحله نحل الكرات تاعي كما قلت لكم انا شكلتهم ماهم كبار بزاف ماهم صغار بزاف، ونجيب الاله هذه تاع السوفلي نشكلوا بها لي سوفلي تسهل علينا الخدمه بزاف. خلاص اللي ديري فيه 2 حبات ولا 3 هذه تختصر علينا الوقت، نديروا 4 ولا 5 تسمى تسهل علينا الخدمه بزاف وتجي الحبه تاعها مفينيه. خلاص كيما تشوفوا لهنا نحل الاله هذه وندير فيها العجينه نتاعي نلوح الحشو وندير فوقها الفرماج اي نوع تحبوه ونعاود نقفل. شوفوا راهي تجي الحبه مقفوله تجي مفينيه ويجيو كامل قد بعضاهم، يعني تسهل علينا الخدمه لدرجه ما تصوروهاش. ونكملوا الحبات اللي بقاو لنا كامل بنفس الطريقه كما راه موضح في الصوره. نشكلوا الحبات تاعنا كامل نفرشوا ورق الطهي نحطوا الحبات تاعنا ندهنوهم بالبيض ونديروا لهم شويه جلجلانيه وسينوج نلوحوهم يطيبوا كي نشوفوهم حماروا من التحت نشعلوا لهم يحمروا على الوجه حتى نتحصلوا على اللون اللي رانا حابينه. هنا بعد ما طابوا هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. شوفوا كيفاه جاو، شوفوا لا كولور تاعهم، شوفوا هذيك التحميره الشابه الله الله جاو ما شاء الله، جاو بنان يهبلوا. الفرماج هذا كذاب جاو خفاف مقطنين كما قلت لكم جربوهم وماكمش راح تندموا عليهم. ولهنا حبوباتي نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو، نقول لكم نتهلاو لي في رواحكم بزاف بزاف بزاف، نحبكم باي.